بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسبوسة بجد يا جماعة، حاجة كده يعني مبهرة. ولا العبد بقى ولا الأبوار ولا تسبس ولا أي حاجة من الحاجات دي، حاجة كده لوحدها في حتة تانية. تعالوا النهاردة نعملها مع بعض بأبسط طريقة، بس خليكم معايا خطوة بخطوة. المقادير اهي عندي: كيلو الا ربع سكر، انا اسفه، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سمنه، ونص كيلو سميد، ومعايا شويه بندق للتزويق، ومعايا عسل جلوكوز. والصينيه بدهنها سمن، ده في الاول خالص. بدايه بولع الفرن لان عايزه البسبوسه تدخل على فرن سخن جدا. يبقى الخطوات عندي: بدهن الصينيه واركنها على جنب، بولع الفرن يسخن كويس، والمقادير اللي قلناها: نص كيلو سميد، عسل جلوكوز، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع سمن، كوبايه الا ربع لبن بنفس المج. هجيب عندي كزرونه واحط فيها المقادير دي كلها مع بعضها، ما عدا طبعا السميد. بحط السمنه ومعاها السكر زي ما احنا شايفين كده، وبحط اللبن بكل سهولة زي ما انتوا شايفين، وبحط هنا تلت كوباية من عسل الجلوكوز، او معلقتين كبار قوي مليانين، معلقتين كبار مليانين من عسل الجلوكوز. انا طبعا يعني المقدار خدته بالتقريب كده، حطيت من البطرمان على طول على الخليط، يعني باذن الله هيبقى مظبوط كده تمام. هحط بقى ايه الخليط ده كله على النار الهاديه. المطلوب هنا في الخطوة دي ان الخليط ده يبقى دافي، ما يغليش خالص، انا مش عايزاه يغلي، انا عايزاه يبقى دافي بس. بفضل اقلب فيه اقلب فيه، ما شيلش ايدي منه. ليه؟ انا هنا لو بصيت هلاقي السمنة لسه بتطفو على الوش، انا مش عايزة كده، انا عايزة الخليط كله يتجانس ويبقى لونه ابيض. دي اول تركة في نجاح البسبوسة، ان انا افضل اقلب في الخليط ده ويتجانس تماما، يتجانس كله مع بعضه وما يبقاش مغلي، يبقى دافي بس. العين هنا واطيه يا جماعه خالص، مجرد الحراره بتفكك لي بس الجلوكوز وتدوب السكر جوه اللبن والسمن. ما بشيلش ايدي منه، بفضل اقلب فيه لحد ما احصل على النتيجه اللي هتشوفوها دلوقتي. شايفين؟ هو كله دلوقتي تجانس وبقى نفس اللون، السمن تجانس مع السكر مع اللبن مع كله كده. بقى هجيب السميد بتاع البسبوسة وابتدي احط عليه الخليط بتاعي، مجرد ان انا بقلبه بس، مش هبالغ كمان في التقليب، يعني مجرد ان هو يمتزج ويتقلب كويس، ما بعجنش ولا بقلب كتير، هو بس بقلب السميد مع الخليط اللي انا دفيته على النار. هي لحد كده الخطوة ديت اللي مهمة عندنا، امشوا معايا على الخطوات مظبوط، هتعملوا بسبوسة في منتهى الروعة، يعني حاجة كده شغل فاخر. خلاص هحط البسبوسة في الصينية المدهونة بتاعتنا، وكل ده والفرن بتاعنا والع، من اول ما بنبتدي وهو الفرن والع، علشان البسبوسة تدخل على نار، على فرن والع وسخن قوي، نار جامدة. خلاص بساوي الصينية. تاني تركة بقى، الهبدتين الجامدين بتوعنا بقى، لازم اهبد الصينية 3 4 مرات زي ما انتوا شايفين كده على الرخامة، عشان اخرج منها اي هوا. وعندك بقى شوية مكسرات، حبة بندق، حبة لوز، عايزة تعمليها سادة برضو ممكن تطلع زي الفل وجميلة جدا، ما فيهاش اي مشكلة. انا كان عندي هنا شوية بندق، حمصتهم وحطيتهم على وش الصينية زي ما انتوا شايفين كده. خلاص الصينية جاهزة معايا على دخول الفرن. هندخلها الفرن، وبعد حوالي تلت ساعة من دخولها الفرن هتكون قربت يعني على السوا. هبقى مجهزة عسل البسبوسة، عايزاه مغلي والبسبوسة سخنة، يعني هو سخن والبسبوسة سخنة. عبارة عن ايه العسل؟ كوبايتين سكر بنفس المج اللي انا عايرت بيه المقادير، وعليهم كوبايتين مية بنفس المج برضو، وبرفعهم على النار.
يغلوا فقط اول غلوة 2 واطفي النار عليهم، ما عليهمش اي حاجة تاني. كده خلاص البسبوسة طلعت معايا، شايفين لونها وجماله ذهبي، والعسل بتاعي مغلي سخن، ببتدي اشرب البسبوسة. شايفين بقى بتشرب العسل ازاي؟ نتيجة كده تعرفي ان هي مظبوطة وروعة وزي الفل معاكي. ايه رأيكم بقى؟ في منتهى الجمال. ايه رأيكم؟ في حاجة هنا عايزة اقولها، لو سقيتي البسبوسة بالمقدار بتاع الشربات ولقيتي البسبوسة لسه ما شربتش الشربات، حطيها في الفرن وهو مطفي وسخن 10 دقايق، هتشرب باقي الشربات. هنا عندي شربت الشربات كله والمقادير ماشية صح والطريقة صح. لو عملت معاكي كده ولقيتيها معصلجة في شرب الشربات، حطيها في الفرن وهو مطفي لمدة 10 دقايق، هتشرب العسل وهتبقى زي الفل. كده تمام، والصينية معانا يعني نتيجة في منتهى الروعة يا جماعة والله. اعتمدوها رمضان، وكل سنة وانتوا طيبين، هتبقى يعني حاجة عظيمة تقدموها لضيوفكم. تعالوا بقى نجرب ونشوف السوا من جميع الاتجاهات. هقطع حتة من البسبوسة، عايزة اوريها لكم من نص الصينية ومن الطرف. هوريكم الطرف لونه ذهبي ازاي وجميل. شايفين الطرف جميل ازاي؟ ده بقى بيبقى مقرمش، بيبقى روعة. ومن النص شايفين طراوة البسبوسة مرملة وريحتها قلب الدنيا والله. يعني نفسنا تيجوا كده تاكلوا وتدوقوا معانا. كل سنة وانتم طيبين، وعايزة بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان النتيجة الحلوة دي. شايفين البسبوسة؟ حاجة كده يعني هتعجبكم جدا. كل سنة وانتم طيبين، وتحياتي ليكم.